ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا، إن ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا. عشت ليالي هنية أحلم بيك، أنا بحلم بيك. اهلا بيكم معانا اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من ليالي لايف، وكل عام وانتم بخير بمناسبه اول يوم عيد الاضحى المبارك. كل سنه وانتم طيبين والامه العربيه كلها يا رب بخير وسلام ودايما مع بعض كل سنه. كل عام وانتم بخير. بحيي الفرقه طبعا بقياده الدكتور محمد عبد الستار، وطبعا زي ما بيقولوا الجواب بيبان من عنوانه. والحلقة النهاردة غالية عندي جدا وكنت بتمناها من سنين، ولازم أقولها بالفم المليان زي ما بيقولوا. كان نفسي أعمل الحوار ده قوي، وكانت من أمنياتي إن أنا أعمله. النهاردة حلقتنا مع الفنان القدير والإعلامي الكبير سمير صبري. أهلا بيك معانا. اهلا بيكي. اهلا بيك. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه. منورنا، وأنا سعيدة جدا أنا مع حضرتك النهاردة. وانا كمان سعيد ان انا معاكي ومع الفرقه الموسيقيه الحلوه اللي سمعتنا غنوه بحبها وبعزها جدا. وحضرتك اللي مختارها، قلت احنا لازم نعمل الافتتاحيه بتاعت الحلقه بحلم بيه. بالظبط. اشمعنى بقى؟ لان الغنوه دي بتفكرني بسنين فاتت زمان. اول يوم رحت مع جاري عبد الحليم حافظ احضر تصوير اللقطه دي في فيلم حكايه حب. وركبت زوغت من الاتوبيس المدرسه، استخبيت في الجراج، وركبت مع عبد الحليم لما نزل الساعه 10، ورحنا قدام جنينه الاندلس. كان المشهد عباره عن الاعلاميه الكبيره امال فهمي بتجري حديث مع الناشئ احمد حمدي وبيغني بحلم بيك بحلم بيك، وانا قاعد بقى على الكرسي وعبد الحليم جنبي، وانا حاسس ان انا طاير بتفرج على اول مره اشوف تصوير سينمائي، واول مره ابقى راكب عربيه عبد الحليم وراكب جنبه. وكانت حاجه حلم يعني. وبعدين هو بقى بيروح يعمل اللقطه ويجي يقعد على الكرسي جنبي، ويجوا بقى الناس اوتوجراف ومش عارف ايه وايه وايه وايه، ويروح يعمل اللقطه الثانيه ويجي. ففاضل كوبليه واحد، فتجرأت وقلت له ممكن اقف مع اللي واقفين دول وانت بتغني وبتلف كده حوالين الدايره دهين؟ فقال لي هو الكوبليه الاخراني ده عشان ده اطول كوبليه، اللي هو قد ما عمري يطول يا حبيبي، قد ما عمري يطول هستناك على طول يا حبيبي، هستناك على طول. فرحت وقفت بين الناس، ولو شفتي الفيلم وركزتي قوي في الحته دي هتلاقي في واحد عبيط كده واقف بره عامل كده اهو. ايوه وسط عارفاه انا. لا انا في واحد، لا مش قصدي على حضرتك، انا بقول لك على روحي. لا في واحد واقف وكان بيغطي كمان على حضرتك شويه، لان حضرتك كنت طولا اقصر منه شويه. انا كنت سعيد قوي كده توقعني كده. لا والله انا قصدي انا قصدي عليا بجد. طيب. وبعدين انا فرحان جدا ان انا بتصور، خد بالك، وان عبد الحليم بيغني كانه بيغني لي انا يعني. احنا جيران، كنا بقالنا سنه ونص نعرف بعض في العماره اللي احنا فيها سوا يعني. وبعدين فذكرى اليوم ده ان انا حضرت اول مره تصوير سينمائي، اول ثانيه اطلع فيها على الشاشه. وبعدين ركبت العربيه معاه وجينا على مبنى الاذاعه والتلفزيون، دخلنا عند رئيس الاذاعه المرحوم الاعلامي الكبير عبد الحميد الحديدي. فقعد عبد الحليم يحكي له قد ايه انا بتكلم انجليزي كويس، وقد ايه انا خدعته على ان انا اجنبي سنه ونص في العماره وانا قابله في الاسانسير. فاكر حضرتك مش مصري؟ كنت بقول له انا بيتر واكلمه بالانجليزي والى اخره. فدخلت لبنى عبد العزيز اللي هي كانت عامله معايا الوساده الخاليه، وهي بتعمل في الاذاعه في البرنامج الاوروبي ركن الطفل باللغه الانجليزيه. حكى لها الحدوته، فقالت الله طب ما انا بسجل ركن الطفل ما دام انت غاوي تمثيله، وكلمتني بقى والانجليزي بتاعك كويس، تعالى سجل معانا. فكان اول يوم ايضا اخش استوديو اذاعه وادوني سكريبت، مثلت مع لبنى، واللي واقفين عند مهندس الصوت كان عبد الحليم والسيده امال فهمي ورئيس الاذاعه. وخلصنا التسجيل،
ادتني 50 قرش وقالت لي كل يوم خميس تجي لنا من الساعه 2 ل 4 تسجل معايا انا عاوزاك على طول. فكان يوم مشهود، وكل ما بسمع الغنوه دي بفتكر الثلاث حاجات اللي انا مريت بيهم في نفس اليوم. يعني. بس حضرتك بتقول حاجه اختلف معاك فيها. اتفضلي. دايما احنا كنا بنتفرج على بحلم بيك، انا بحلم بيك، والشخص المنور في كل اللي واقفين كنت حضرتك. وده لا، ما انا هقول لحضرتك ليه. لا على فكره انا مش بجامل ولا بمدح. دايما سمعت في برنامج كان مخرج كبير امريكاني بيتكلم بيقول لك احنا بنعرف النجم ازاي، ايه التست ان في واحد هو النجم. بنجيب شخوص كتيره جدا ونصورهم بالكاميرا بتاعت السينما ويكونوا مش معروفين خالص. في واحد بعد ما بتخرج الصورة، في واحد بنتفق عليه كلنا ان هو ده اكتر واحد منور، وهو ده اللي بيبقى نجم. بس حضرتك انا بيتهيألي لو ما كنتش انا بقيت سمير صبري وقلت الحدوته دي كان المشهد ده هيعدي ولا حد لا لا، بس انا بشوف ان حضرتك كنت اكتر واحد منور في الموجودين. لا بكلمك بجد والله. اشكرك. مشوار طويل فيه ذكريات كتيرة، وبيعجبني دايما في حضرتك لما بتابع حضرتك تحديدا لما بيستضيفوك في البرامج ان حضرتك ما شاء الله الله اكبر عندك ذاكرة حلوة قوي. معرفش هل الذاكرة دي حضرتك بتدرب نفسك عليها، ولا قد كده حضرتك عزيزة عليك المواقف دي والمعلومات عن الناس دي فبتحتفظ بيها مش قادر تنسى منها حاجة؟ حضرتك يعني هو كده بالظبط. انا بقول الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب ان انا عشت في الزمن ده. وبدايتي كانت في الزمن ده. وبدايتي كانت مع الناس دي العظماء دول اللي كانوا ظهور العصر الذهبي ده في رأيي أنا في كل مجالات مش الفن بس، في الأدب والصحافة والإعلام والسياسة. كانت حاجة ضخمة جدا يعني. فبقول دايما الحمد لله ان انا عشت مع دول وتعلمت من دول. وبدايتي في الاذاعه المبكره ده هي من ركن الطفل الى اذاعه الشرق الاوسط. فبديت وفي البرنامج الاوروبي من ركن الطفل ابتدوا يرموني اعمل برامج بقى. فبتقابلي الناس اللي بيجيدوا اللغه الانجليزيه عشان اتكلم معاهم. فعلى سبيل المثال من وانا صغير جدا عملت لقاء مع نجيب محفوظ ومع توفيق الحكيم ومع انيس منصور ومع احسان عبد القدوس. ففيجرز كبيره جدا 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 وناس بصماتها الى الان موجوده معانا. فبحب قوي ان انا ما بنساهاش، ما اعرفش ليه يعني. كل الناس دي ما بنساش اللي اتعلمته منهم ايه واللي قالوه ايه وعبد الوهاب وليتر اون بقى يعني. بعدين لما انا كنت بشوف عبد الوهاب عند عبد الحليم اطلع طبعا في وهو بيعمل البروفه بتاعته، وبليغ حمدي والموجي. يعني ناس حاجه كبيره جدا يعني. ودايما بسأل روح يا ترى كمان 30 سنه الناس اللي هيجوا بعدينا يعني هيقولوا على العصر اللي احنا فيه ده دلوقتي الزمن الجميل ده كان عصر زمن جميل وكان فيه وهيذكرونا بايه؟ ما هي دي المصيبه. بس انا عايش على صندوق الذكريات الحلوه دي مع الناس الحلوه دي. واتعلمنا منهم حاجات كتيره قوي. انا اتعلمت منهم حاجات كتيره جدا. كل واحد اتعلمت منه حاجه، كل واحد كنت بلتقي بيه. يعني الاذاعه كانت مدرسه بالنسبه لي. لما اشتغلت عملت برامج في التلفزيون كان مدرسة أيضا بالنسبة لي. لما مثلت في السينما كانت مدرسة أخرى مختلفة. لما عملت فرقة موسيقية وعاصرت جو مختلف عن كل من فيكتوريا كوليدج إلى الإذاعة إلى التلفزيون، ودخلت عالم شارع محمد علي وبقى عندي راقصين وراقصات في الفرقة وبقيت أتكلم زيهم. طبعا عشان تقود ما ينفعش ابقى لورد واتكلم اقول حضرتك، وكان لازم اقول لغتهم. فتعلمتها وتعلمت منهم كمان، تعلمت منهم الحياه من كل المراحل اللي انا مريت بيها. انا فاكره الفرقه بتاعت حضرتك
كانت زي الجيش. بالظبط. حضرتك مخليهم وبالعين ايوه. كانوا بيتابعوا عين حضرتك رايحه فين، ويخافوا مني جدا. يعني انا متذكره كويس قوي، لان شفت لحضرتك حاجات كتير جدا، فتابعت حضرتك بتقود المساله ازاي. صحيح ما بشوفش بيتقال ايه، لكن شايفه كويس قوي الدنيا ماشيه هقول ازاي. لحضرتك يا نيفين، كنت بشوف الفرقه الماسيه بقياده احمد فؤاد حسن تيجي في بيت عبد الحليم من 6 ل 11 بعد الظهر، يعملوا بروفا على الغنوه الواحده شهرين كل يوم. الفرقه الموسيقيه الماسيه دي بكل العظماء، بعفت، بكل اصحاب الفرق دلوقتي، خالد فؤاد، على رضا رجب، دول كانوا كلهم عازفين حسن انور. فكنت اقعد مبهورا اتفرج عليه واسمع الكلام اللي بيقوله عبد الوهاب. والاستاذ عبد الوهاب لا تصدقي انه يبقى قاعد وهو نظره ضعيف جدا، فايه يقول ايه، الكمانجه التالت واحد اللي على الثمال الدوذان مش مظبوط، ويطلع فعلا الدوذان مش مظبوط. هو كان بيقول انا بشوف بوداني. صح. انا كنت بشوف ده. وبعدين اتعلمت منه من عبد الحليم الاتقان في العمل، ان لما تتقني العمل قوي وما يطلعش الا بيرفكت، خد بالك ازاي. فطبقت ده في حياتي العمليه كلها، يعني احضر المونتاج في برنامجي في التلفزيون من اوله لاخره، وابقى حريص على الايقاع بتاع البرنامج. يعني لو في ايماءه كده تطول نشيل، عايز عشان تك 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 الايقاع ده. كان عندي 25 موسيقي جمال جدا، و20 رقص وراقصه، وكنت عامل لهم بقى تنظيم عسكري بالنسبه في الاول كانوا الولاد فضلوا مصريين، لكن البنات اتغيروا من المصريات روسيات. كان من ضمنهم في بدايتها كانت دينا. كانت معايا في الاول. بس هم المصريات كان طموحهم ان كل واحده تبقى راقصه شرقيه بعد نجاح دينا لما سابتها، تبقى سوليست لوحدها، تبقى سوليست. انما الاجانب كانوا بيجوا كل يوم يعملوا تمرين، كل يوم يعملوا تدريبات. كنت بعذب الفرقه الموسيقيه اللي معايا في عدد البروفات، ولما كنا بنعمل غنوه جديده ولا حاجه مش هتصدقيني، كنت يعني نعمل بروفا مره كده واجي في حفله او في فرح من اللي كنت ببقى فيه واروح اعمل الغنوه، يبقوا هم مرعوبين انهم مش هم مش عارفين، الجمهور مش عارف، مش هيحس، مش هيلقط بس الخطأ ده هيعلمنا الصح. وابقى مش عارف الكلام كاملا، افوت، اسكت، اعمل يعني وات ايفر اللي اعمله. لكن كانت دي قدام الناس واكررها، يعني الغنوه افضل اكرر في الكوبليه ولا حاجه لحد ما هم يتقنوها الموسيقيين وانا اتقنها ايضا، فيبقى المره الجايه الغنوه بقت جاهزه، بقت مطبوخه تمام. انما الدقه والاتقان يمكن ده هو اللي انا بيطلع العمل، يطلع العمل. بلس بقى كان دايما اسمع من عبد الوهاب ومن عبد الحليم، ومره السيده ام كلثوم، المره الوحيده اللي عملت معاها لقاء قبل ما تتوفى ب3 اشهر ولا حاجه كده، فقالت لي حب شغلك، شغلك يحبك، ادي فنك كل حاجه يدي لك كل حاجه. ما بنساش ده كلام اللي بقول لك عليه من العظماء دول. كان بيقولوا حاجات فضلت معاك وفضلت حافظها وماشي عليها، وكتبتها وبسجلها واتسجلت عندي، والحمد لله ان يعني كل عمل عملته انا عملته، يعني انا المسؤول عنه. كان بيبقى فيه هذا الاتقان. يعني كل البرامج التلفزيونيه اللي انا عملتها، سواء النادي الدولي، هذا المساء، كان زمان، الفرقه 16، لو تشوفي مثلا لغز رحيل السندريلا، الحلقات اللي انا عملتها طبعا قد ايه انا قعدت فيه. يعني انا صورتها في المطار والجثمان جاي، بعديها باسبوع كنت في لندن في العماره، ومين اللي والدكتور اللي عالجها والسفير بتاعنا كنت دؤوب جدا ان انا اطلع الشيء بيرفكت. والحمد لله الشيء اللي بيبقى فيه اتقان بينجح ويبقى. ودي نصيحه بقولها يعني لاي حد يحب شغله فشغله يحبه،
وتعملي اللي بتحبيه وحبي اللي بتعمليه. صحيح. هرجع بعد ما هنسمع اختيار حضرتك برضو للفنانة الراحلة الجميلة اللي بقول دايما صوتها عامل زي حتة الألماظ، ليلى مراد. ليلى مراد. حتة ألماظة كده، صح. صوتها كده ما اقدرش اعبر بيه غير على كده. فحضرتك اخترت اغنية جميلة قوي، الحب جميل، للموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب. ايوه. من احلى الاغاني. حضرتك مختار اغاني انا بحبها قوي على فكرة. لا، وفيلم غزل البنات. غزل. يا سلام عليك يا استاذ. انا بقعد بستنى حضرتك تطلع يستضيفوك عشان تقعد تتكلم على الافلام اللي انا بحبها، بلاقي اللي حضرتك بتتكلم فيه هو ده اللي انا بحبه. طب كويس، الحمد لله. غزل البنات انا بشوف انه من احلى الافلام المصريه اللي اتعملت في تاريخ السينما المصريه، وهنتكلم عنه بعد ما نسمع. واتمنى ان ما فيش حد مخبول يحاول يعمله مسلسل. اتمنى زي ما بياخدوا الافلام الحلوه ويعملوها مسلسلات خايبه. بس اقول لك ليه انا اخترت الغنوه ولا بعد ما نسمعها؟ بعد ما نسمعها. اوكي. ونسمعها ولا تحب تقولها؟ لا لا لا، طيب بعد ما نسمعها تقول الغنوه. يبقى هننتقل لفاصل ونسمع الحب الجميل للفنانه الراحله ليلى مراد، ونستكمل حديثنا مع الاعلامي الكبير والفنان القدير سمير صبري.
ولا اللي فاتوا نصيب نامت في قلبه جراح. لما يخاصمني بفرح واصور فرحة لقاء لو يوم جاني، وإن جه صالحني أبكي وأفكر من خوفي لا يخاصم تاني. من خوفي لا يخاصم تاني. عارف الأغنية دي زي الحلم، تحس إنك في حلم. زي ما الريحاني صورها وهو بيسمع القصارى ليلى مراد وبيخرج من اوضته، وكان بيقرا مجنون ليلى وطلع وشاف سمعها وهي بتغني فوق، وكان يعني انجذب. لو تشوفي تعبيره هنا وشوفي تعبيره في عاشق الروح في اواخر الفيلم وتستغربي ان المشهد ده بتاع عاشق الروح ما كانش هو سامع عبد الوهاب، ما كانوش لسه عبد الوهاب عمل اللحن ده، صوروه واقف على الباب وليلى مراد وراه وقالوا له الكلام الغنوة بيقول وعشق الروح ملوش آخر، لكن يعني كذا. هو مش سامع حتى مش سامع المزيكا الرائعة. يعني أنا أتصور طبعا هو ممكن ما يكونش شايف الفرقة أو حاجة، المشهد أنا عارفة إن هو بيصوروا كده دي حاجة لوحدها. أيوة. فممكن بس يحطوا له طب الشريط. طيب كان أنور وجدي بيقول له الكلام: عشقت الحب في معبد بنيته، عشق الروح ملوش آخر لكن عشق الجسد فاني. وهو شوف الدموع اللي نزلت الطبيعية والحرقة اللي كانت فيها في وشه على الكلام اللي بيقوله عبد الوهاب. ولما خرج من الموقف برضه اللي ما كانش سامع الغنوة ومسك المنديل ويوسف وهبي بيقول له في ايه، مش غنى عبد الوهاب ده مش راكور الإحساس نفسه. وخلى بقى خرج هو، فيوسف وهبي قال لها يا ليلى هانم الراجل ده بيحبك. صحيح. ويا موضوع عالجت في كثير من رواياتي. بس أنا في تخيلي نعم إنك عاشق لأنور وجدي. جدا. غلطانة؟ وليلى مراد أنا عارفة، بس أنور وجدي ليه أنا حسيت إن حضرتك بتحبه قوي؟ إتقانك في دور أنور وجدي في مسلسل أم كلثوم. اصلا ما حدش عمل دور انور وجدي اكشلي غير حضرتك، واعتقد كمال الشناوي في الفيلم اللي بيحكي قصه طريق الدموع. صح اللي انا بقوله معلومات مظبوط؟ انا بخاف من حضرتك قوي، بخاف المعلومات تبقى خاطئه. لا ما هو عملوا مسلسل عن ليلى مراد بس ما كانش يعني انا ما عجبنيش بالظبط. فاكشلي حضرتك مثلت دور انور وجدي تقريبا الوحيد اللي عملت الدور، ما حدش عمل انور وجدي غير حضرتك. زي انور وجدي. حضرتك عملته خالص، اصل انور وجدي بيمثل التمثيل. ايوه فحضرتك عملت مثلت التمثيل. هو له اللي بنسميها بودي لانجوج، يعني لغه الجسم يعني. ايوه هو داخل مثلا وهو خارج في صوته له حاجات معينه كده. وهو اساسا انا معجب جدا بالافلام اللي هو عملها الاستعراضيه طبعا، يعني عنبر وغزل البنات وكل السيري بتاع ليلى قلبي دليلي وكذا وكذا. وكنت بشوف ان هو بيمثل الممثل يعني بيمثل التمثيل بس بحلاوه. يعني في ناس اخرين في جيله كانوا بيمثلوا بس مش بخفه الدم دي بتاعته. صحيح. وكمخرج لما بقى ما بديت افهم وبديت ادقق في الحاجات اللي مشهد يعني مثلا شوفي غنوه انا قلبي دليلي عباره عن صفين واقفين كده، كاميرا كده، وفي صفين ناس وعمال ينزل من فوق بالونات وشرايط وحاجات، وهو وهي بيرقصوا وهي بتغني، وقدام الكاميرا كل شويه يعدوا اتنين بيرقصوا يلفوا
اتنين يتهيأ لك ان الحفله فيها مليون كومبارس. وهم 3 4 اساسا. لما دققت بقى شفت ده، فاكتشفت ان هو عبقري في اخراجه للاشياء، عنده حاسه جماهيريه كويسه جدا في الافلام اللي بيعملها، والشطات ازاي ينهي المشهد وانت بتسقفي له وهي معجبه بيه يعني. وبعدين كبروديوسر، كمنتج، يعني ان هو عمل لحد اخر ايامه، اخر فيلمين 4 بنات وظابط يعني الراجل حابب المهنه، منتج لاخر، بينتج، منتج ومخرج وممثل وشريك في السيناريو وفي الحوار. وكان المساعد بتاعه الله يرحمه المخرج الكبير الاستاذ حسن الصيفي، كان دايما كنت اقعد اساله وهو يحكي لي على انور وجدي وليلى مراد. ان مره مثلا كانوا متخانقين في البيت وضربها قلمين، لكن لازم تنزل تصور، فنزلت راكبه وراه الموتوسيكل في بنت الاكابر وهي بتقول انت وانا طايرين كده كده، وهي مضروبه علقه ومخبيين البتاع. هم كوميديين كمان قوي. ايوه. ليلى مراد بقى بالذات انا اساسا يعني الصوت عشقته جدا، يعني صوت مميز ويمس القلب. وبعدين هي كل الافلام اللي عملتها منذ بدايتها، من اول يحيى الحب مع عبد الوهاب، مفيش دور ما تتعاطفيش معاها فيها. يعني عملت ليلى اللي هو غادة الكاميليا، وليلى في الظلام، وقلبي دليلي، محبوسه وبتكلم وحيد وتقول له انت اسمك وحيد ولا اسمك حمدي؟ عنبر. وعنبر. يعني فدخلت قلبي جدا ليلى مراد، حبيتها قوي. لما دخلت بقى المجال مبكرا وهي كانت ساكنه في الزمالك، المهم اتعرفت عليها، كانت هتعمل فيلم مع عبد الحليم حافظ. يمكن انت ما تعرفيش المعلومه لا، اديني بعرفها. عن قصه لاحسان عبد القدوس اسمها دعني لولدي. بعد ما اعتزلت بكام سنه، هي اعتزلت عشان تخلف، هي كانت امنيتها تبقى ام. ده بعد ابي فوق الشجره وكده؟ لا، قبل ابي فوق الشجره. قبل ابي فوق. اوكي. قبل ابي فوق الشجره وقبل الخطايا كمان. يعني 59 اما عمل شارع الحب في الفتره دي. اوكي. كان هي بقى لها كام سنه مبطله وخلفت الولدين. تمام. وسعيده جدا انها ام، مكتفيه بكده. فالمنتج العظيم رمسيس نجيب حاول يرجعها تاني في الفيلم، وشوقها بعبد الحليم انها هتعمل مش عارف ايه. وابتدوا فعلا يشتغلوا في الحاجات دي، في التحضير للفيلم. وبعدين هي قالت لا. لما قابلتها بقى بعدين، فانا بقول لها يعني ليه ما ترجعيش تغني؟ لما بديت اعمل النادي الدولي في التلفزيون كنت عايز اعمل لقاء معاها يعني. فقالت لي لا لا لا. قلت لها طب مثلي فيلم. قالت لي يا سمير امثل فيلم ايه؟ انا زمان كنت بغني لحبيبي في الفيلم. ايه معنى الحب قبل ما اقابل اللي بحبه؟ قابلته، جواب حبيبي مش عارف ايه، مستنيه جواب منه. خرجنا مع بعض، قلت له اطلب عينيا قلبي وعينيا فداك مثلا. سابني لاي سبب حد وفرقنا من بعض، اروح لمين ومش عارف ايه. دلوقتي وانا في السن ده اغني لمين؟ لحفيدي؟ اغني لمين؟ وبعدين خلي الناس عندها ذكرى الصوره بتاعتي زي ما هي في اصل هي كانت جميله قوي قوي. كان عليها بشره هايله واسنان، ورقتها زي صوتها، نفس رقه الصوت في رقتها كبني ادمه. شاءت الظروف بقى، انا ليه اخترت لك كمان الحب جميل؟ ما بديت انا اغني في حفلات وافراح وكده. في حفله من الحفلات انا بغني، فقالوا لي ليلى مراد قاعده تحت، فاتهبلت، خدت الميكروفون ونزلت لها في الحته اللي هي قاعده فيها. هي كانت عارفاني بقى، سلمت عليا وسلمت عليها. الفرقه ابتدت تعمل تن ترن 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 الحب جميل. وانا مسكت الميكروفون ورحت راكع على الارض قدامها وقلت انا حب جميل للي عايش فيه. اديتها الميكروفون فراحت عامله كده. فانا كملت له الف دليل اسالوني اسالوني. راحت عامله كده برضه. الناس هاجت، وال 800 نفر اللي كانوا موجودين في الحفله وقفوا تسقيف مستمر
فهي احرجت، قالت لي يا سمير انا مش حافظه الغنوه. قلت لها حلقتك هنقولها مع انا بعض. جنبك انا حافظ. هي مديتها الميكروفون بقى وراحت ايه، انا ماسك الميكروفون كده وهي ماسكه ايدي، وقالت بقى الحب جميل. فوجئت، انت عارفه الساوند سيستم الجديد بالايكو بالحاجات في الصوت الصاله، عالي قوي فاطمنت ان الصوت طالع، اه فاتشجعت، فراحت واقفه في مكانها وانا وقفت جنبيها، وبقيت اقول لها ايه بيفوت على العين ويصحيها، فهي تقول بيفوت على العين ويصحيها. ثم اخدتها من ايدها لحد المكان اللي فيه الفرقه الموسيقيه، واذا بليلى مراد تغني معايا قلبي دليلي واطلب عينيا. ويعني ده الشريط اللي عندي بتاع الحفله دي شريط ذهب. المره الاخيره اللي غنت فيها ليلى مراد روائع اغاني ريداك والنبي ريداك وحتى عملت معاها الريحاني عيني بترف وراسي بتلف، وهي بقى سابت ايدي ومسكت الميكروفون سخنت بقى انطلقت بقى خلاص. وخلصت ال ساعه بقول لك من الاغاني يعني. فالناس قعدوا يسقفوا لها يمكن 10 دقايق. تاني يوم هي بقى كلمتني في التليفون قالت لي كده ترجعني للحياه تاني. قلت لها عشان اقول لك ان الناس متشوقه. قالت لي طب خلي عبد الوهاب يعمل لي لحن وانا مستعد اعمل حفله. عبد الوهاب هيرضى يعمل؟ كان في اواخر عبد الوهاب يعني. مين بقى اللي يعمل لي لحن؟ بليغ بيعمل لورده، وعبد الوهاب خلاص يعني. وبعدين هيقولوا لك ليلى مراد دي عجزت وكبرت وبتاع. المهم الى اواخرها وهي تقول لي خلي الناس فاكراني زي الحلم الحلو اللي هم عاشوه معايا في الافلام اللي انا عملتها. لا شك انك تالنتد. يعني انا لما بشوف حضرتك في مثلا زي هذا المساء مثلا، وكم الترابيزات اللي موجود في القاعه اللي حضرتك بتقدم فيها البرنامج، وكم النجوم وسياسه ورياضه وممثلين على مطربين على بتاع، تروح واخد بعضك والميكروفون. ما هو انا مذيعه، ما هو انا مش فرانه، انا مذيعه، بس ما عنديش القدره ان انا امسك الميكروفون وابقى كل الترابيزات دي انا اخد بالي اللي هقومه، وغرضي ان انا اخليه يغني، وغرضي اقتحم السد اللي هو حاططهولي، واخلي واقلب البرنامج سياسه على منوعات على فن على هلس على يعني فاهم قصدي يا استاذ سمير؟ دي حاجه، دي تالنت عند ربنا بقى. صح ولا انا غلطانه؟ ما تنفعش ان مش عشان انا مذيعه هعرف اعمل كده. قولي المران، قولي الخبره، قولي الممارسه، قولي مش عارف ايه، قولي عشق للعمل نفسه. ايوه، ازاي قدرت ليلى مراد تخترق يعني انا اول ما هتعمل لي كده انا هاخد بعض. هتتكسفي وتمشي؟ مش هتكسف، مش كسوف، خلاص مش هقدر. ازاي لا ده مش بس ده ليلى مراد وكثيرين يعني. ما انا عارفه. يعني توفيق الحكيم نفسه كان رافض انه يطلع في التلفزيون خالص. فانا عملت خدعه كبيره وسجلت له حديث. ازاي؟ كنا بنفتتح حاجه في الحديد والصلب واحنا رايحين معايا الكاميرا، فقلت للوزير الله يرحمه يوسف السباعي في ذاك الوقت قعد لي توفيق الحكيم على الكرسي ده بعد ما خلصوا الجوله بتاعتكم. قال لي هتعمل ايه؟ قلت له هسجل له صوت. هو مش عايز يتكلم. قال لي مش هتقدر. قلت له بس انت قعده لي على الكرسي. حطيت على الترابيزه اللي قدامه ورد 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 ورد، وخبيت فيه ميكروفونين. وجه قعد ومسك العصايه بتاعته وقال لي انا قلت لك مش عاوز اتكلم في التلفزيون في برامجك والحاجات دي، انا ما بحبش اتكلم. ليه يا توفيق بيه؟ ليه مش عايز تتكلم؟ قال لي انا صوتي وحش وانا عاوز القراء بتوعي يعني يقولوا ده صوته حلو، ده مش عارف ايه لما يكتشفوا صوتي كده وانا زي ما بقول لك كده بيتكلم كده يعني هيهربوا مني. قلت له عشان كده بيقولوا عليك عدو المرأة. قال لي مين اللي قال عدو المرأة؟ انا اموت في المرأة. قلت له امال بتقول؟ قال عشان انا برضو شكلي وحش، فعشان اخلي المرأة يبقى عندها فضول
ان انا بقول انا عدو المراه، تقوم هي عايزه تعرف ليه انا عدو المراه. وسجلت له حديث رائع. سجلته بدون ان يعلم؟ لا، واتذاعت بقى في برنامج لا النادي هو الدولي. ما كانش يعرف. لا ما يعرفش ان في الميكروفونات. بس ما لكن هو قلت شاف له الكاميرا، قال لي الكاميرا، قلت له ده من غير صوت. يعني وافق على ما هو صامته. صامت. انت زعلان ليه؟ اه لما فوجئ والبرنامج الوزير بقى يوسف السباعي بعديها بيوم قال لي سجلت له، قلت له التسجيل طالع حلو وهيتذاع بكره ما تقولوش. فوجئ توفيق الحكيم، خبر في الاهرام، توفيق الحكيم الليله في برنامج النادي الدولي مع سمير صبري. فراح مكلم الوزير قال له ما هو مسجل معاك من غير صوت، مش انت كنت بتتكلم معاه من غير صوره؟ ده صوره بس. اما لقى بقى الصوت طلع اتجنن بقى. تحاشيته وقت طويل جدا. شاءت الظروف اروح باريس، شوفي فين. اتاري بيعملوا فيلم عنه اسمه عصفور من الشرق، كان نور الشريف عامل شخصيه توفيق الحكيم. والاوتيل اللي انا نازل فيه الاقي في وشي توفيق الحكيم يا ماما. قال لي تعالى انا بشكرك يا راجل مش تزودت المعجبيات ليه وانا بهرب منك مش تقول. عشان كده انا بقول لك بحب الغنوه دي لان بحب ليلى مراد. بتحب. طيب احنا دلوقتي حضرتك مختار كمان مال القمر ماله، وهنعقب عليها طبعا للفنان الكبير الراحل محمد فوزي، برضو اسطوره اسطوره في التلحين واسطوره في الغناء والاداء. ايوه. فهنعرف حضرتك اخترت ليه مال القمر ماله. ايوه. عشان حضرتك كنت بتغنيها على طول يمكن؟ لا أنا في كل افراح حضرتك وفي كل مناسبات حضرتك؟ لا شوفي، انا قعدت اكتشاف منجم محمد فوزي لما عملت الفرقه الموسيقيه بتاعتي. ده صحيح. يعني عملت 3/4 اغاني فوزي الحركيه اللي تمشي مع العصر. يعني يا ولاد بلدنا يوم الخميس، فين قلبي يا ناس، تعب الهوى قلبي، مليون، تربينا يا قلبي، كل حاجات فوزي. والناس الجمهور الجيل الجديد بقى مش عارف ان ده فوزي، كانوا فاكرين ان دي اغاني بتاعتي، اغاني بتاعت حضرتك، بتاعت فرقه حضرتك. الى الان في ناس فاكره ان يا ولاد بلدنا يوم الخميس دي انا اللي غنيتها. لما يقابلوني في اي حته يا ولاد بلدنا يوم الخميس، زي ما يقولوا سكر سكر مثلا. عايزه اقول لك يا استاذ سمير، الفرح في وقت من الاوقات، الفرح اللي ما كانش بيجي فيه الفنان الكبير سمير صبري بفرقته ما كانش بيبقى فرح. هنسمع مال القمر ماله، ونرجع نعرف شوية حاجات عن الفنان الكبير والإعلامي أيضا الكبير سمير صبري. ربي عالعز يا ربي يعمل كده فيا، واشوفه اندهله واسوق على اهله بالالف والمية. هو اللي متربي عالعز يا ربي يعمل كده فيا، واشوفه اندهله واسوق على اهله بالالف والمية. لا تنى اقول وامسك على يا
وجريت ورا عمه ورا عمه وبوست ايد خاله بوست فايت ولا همه ولا همه ويرن خل خاله يرن خل خاله وجريت ورا عمه ورا عمه وبوست ايد خاله بوست ايد خاله مال القمر ماله ما جيناش على باله مال القمر ماله ما جيناش على باله مال القمر الله ميرسي. عملت يا استاذ سمير مسلسل عن قصه حياه محمد فوزي ايوه و... وانور وجدي وفريد لطفي وفريد ده في لطفي الإذاعة. في الاذاعه. آه. وبعدين استعملت في حفلات حضرتك اغاني محمد فوزي. أيوة. معرفش احساس كده لان هي فيها نوع من الاستعراض مثلا. انا بشوف ان محمد فوزي الحانه كانها معموله النهارده. كل الالحان اللي بقى لها 40 و50 سنه بتاعته دي كلها، هو اشطر واحد عمل الدويتات، اول واحد غنى للاطفال، اول واحد عمل غنوه تصل الى العالميه، يا مصطفى يا مصطفى. صحيح. افلامه كلها فيها الشخصيه المرحه بتاعته هو. فانا كنت عاشق لمحمد فوزي وما زلت. حضرتك هتعمل مسلسل لمحمد فوزي؟ احنا كاتبين المسلسل ده بقاله 3 سنين، اسمه شحات الغرام. مين اللي كاتب؟ الاستاذ مصطفى جمعه، ده مؤلف سكندري اللي هو عمل المسلسل الاذاعي نفسه. تمام. واحنا ما جينا نعمل ده خدت جهاز تسجيل، ما جينا نعمله في الاذاعه يعني. سجلنا مع كل من له صله بفوزي، يعني هدى سلطان، مديحه يسري، تحيه كاريوك، ليلى فوزي، كريمه فاتنه المعادي اللي هي اخر زيجاته، ابنه الكبير الله يرحمه نبيل، والماتيريال ده، وزوجته الاولى هدايه ام الولاد. وده اللي هو مصطفى جمعه بنى عليه الروايه. والسيناريو لما اتكتب خدت امضه وموافقه الورثه بتوعه اللي هو مدام مديحه يسري ونبيل فوزي، وخدت تنازل منهم عن اغانيه للمسلسل يعني، وجاهز على التنفيذ. وكنا هنعمله من 3 سنين كده. حضرتك اللي كنت هتعمل دور محمد فوزي؟ لا، ما اقدرش اعمل انا محمد فوزي يعني محمد فوزي مات عنده 47 سنه زي عبد الحليم. دلوقتي ممكن المكياج هيقولوا لك يعني هو عشان بتاع ده وعامل نفسه صغير انا عارف الكتابات اللي ممكن تطلع. فانا قلت وجه جديد هو اللي يعمل محمد فوزي. ورشحنا حسن الرداد وشريف سلامة من الوجوه الجديد، الشباب اللي طالع يعني. انما المسلسل فيه كم من الدراما، لان حياة فوزي كانت دراما جامده جدا. صحيح. جدا جدا جدا. وهو مسلسل فيه اغاني وفيه استعراضات وفيه يعني فريد في نوعه. ارجو ان ربنا يديني الصحه والعمر ان انا اقدر انفذه كمنتج منفذ يعني. واشوف حد كده يرضيني انا ان هو يقدر يعمل دور محمد فوزي ان شاء الله. ان شاء الله. حضرتك لما انا متاكده ان التاخير ده سببه الاتقان برضه. متاكده. ايوه صح كده. يعني انك عايز تطلع عمل ده حلو قوي. طبعا انا مش عايزه اقول لحضرتك الدور البسيط اللي حضرتك عملته، دور صغير ما كانش كبير، مساحه ما كانتش كبيره، في مسلسل كاريوكا. قد ايه حضرتك عارف وختامه مسك؟ ختمت المسلسل بالحلقات الاخيره اللي حضرتك كنت فيها من اروع ما يكون اداء واحساسا، ومش عايزه اقول لحضرتك حضرتك اديته ازاي، لانه ده كان حقيقه. يعني هو اخر سنوات عمر الفنانه الكبيره تحية كاريوكا انا كانت بتصعب عليا جدا ان المجد ده كله وبعدين تبقى وحيده وقاعده ومحدش بيسال والى اخره. فكنت بشوفها كتير جدا وبقعد معاها كتير وهي بتقرا قران كتير، وكنت ارتاح جدا لقعدتي معاها. وهي كانت تقول لي انا حاسه ان انا لو ليا ابن ما كانش هيبقى حنين عليا زيك.
واللحظات الاخيره في المستشفى و الى اخره دي كانت كلها حقيقيه. حتى ان المخرج قال لي ايه، يعني مش هنقول كلام، قول اللي انت حاسه. ففجاه وانا قاعد شايف وفاء عامر كانت عامله الشخصيه حلو جدا في الفتره الكبيره دهيت، فهي نايمه قدامي في السرير، شفت تحية كاريوكا قدامي، فبديت اتكلم واسترجع الكلام اللي انا كنت بقوله لها فعلا. هجيب لك سمك مشوي وهعمل لك مش عارف ايه وايه وايه وايه، واحاول اضحكها ولقيت دموعي بتنزل، لان فجأة عشت الموقف ده مرة أخرى. فالصدق فيه هو اللي خلى حضرتك، لأن الصدق دايما في الفن هو اللي بيأثر في الإنسان. ده صحيح. عايزه اقول لحضرتك ان فاضل دقيقتين على الحوار، وحضرتك انا لازم اعمل مع حضرتك حوار سنتين مش دقيقتين علشان اقدر اخلص الكلام. لكن مش هقدر اعدي زي ما بقول لحضرتك، حضرتك تالنتد في انك تقتحم الاخر، لان حضرتك مذيع شاطر، لازم تخترق اللي قدامك. قدرت انك تخلي سامية جمال ترجع ترقص، وقدرت تخلي ليلى مراد تطلع تغني، وقدرت تخلي يعني بتعمل كده. ازاي عملت كده مع سامية جمال؟ لا دي كانت ظروف خاصة، يعني سامية جمال كانت جارتي برضو، وكانت بتمر بظروف مادية قاسية جدا. فأنا اللي قلت لها، كنت أنا بقى الفرقة بقى كانت مسمعة قوي فرقتي يعني، وقلت لها نعمل شو مع بعض، أنا أغني حاجات فريد وأنتي ترقصي. قالت لي أرقص في السن ده؟ أنا عندي 60 سنة كان وقتها يعني. قلت لها إيه يعني، مش حكاية سن يعني، أنا ما بشوفش إن السن عائق للفنان. يعني أكم من فنان مع الكبر بتلاقيهم بقوا أحلى منهم، كمال الشناوي مثلا ده صحيح. الكبر أحلى، زكي رستم لخ يعني. فالمهم قلت لها بصي انت، بيتها كان الميه ضربت والبيت غرق وما عندهاش فلوس تدفع و الى اخره، وعندها عيله بتصرف عليها. قلت لها هنشتغل وهتشتغلي معايا وهجيب لك فلوس كويسه 3 اشهر الصيف دول وتسددي ديونك ويجي لك بتاع ده. انت عمرك ما كنت راقصه شرقيه، انت بتعملي باليه، بتتحركي وبتعملي والى اخره. وسامية جمال بقى تعود، سامية جمال تعود ولابسه حشمه اتواب. وقلت لها لما تتعبي اعملي لي بعينك كده هبطل. وفعلا كنا بنطلع، هي تطلع ترقص لوحديها كده 10 دقايق ربع ساعة، وبعدين تخش جوه وانا اعمل وفي لحظة معينة يا جميل يا جميل يا جميل، حاجات فريد. ولا تتخيلي النجاح اللي كان على ال3 اشهر الصيف دول. كان المحل اليوم اللي هي بترقص معايا فيه مرة في الاسبوع كان بيبقى فيه 1200 شخص موجودين في الفندق في مصر الجديدة اللي احنا كنا بنغني فيه. وكانوا بيجوا بالطيارات من الكويت ومن البحرين ومش عارف ايه، يجوا يحضروا يقضوا الويك اند في الاوتيل عشان يشوفوا سامية، عشان يشوفوا ده. سافرت انا وهي، عملنا مهرجان سياحي في كندا وفي امريكا. كانت الناس اللي قاعده بتتفرج علينا بيعيطوا لما انا بقول حاجات فريد وهي ترقص، فكرتنا بمصر فكرتنا بمصر. 2 اشتغلنا سوا مع بعض، وبقى قالت لي سمير كفايه 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 عليا كده. مفيش بعدها بشهر ولا حاجه كانت تعبت، كانها كانت حاسه بس كانت كل الناس القدام، ومنهم سامية ومنهم تحية كاريوكا وشغلت معايا هدى سلطان ايضا في الفتره الاخيره ده. في الناس دي عندها حاجه، عندهم حب المهنه، عندهم قدسيه المهنه، عندهم الفن ثم الفن ثم الفن قبل اي حاجه تانية. بيصعب عليا ان انا اشوف ناس الايام دي يعني واخدين الفن قرشين وحاجات كده. يعني كنا بنحب شغلنا وبنحب بلدنا، وانا نفسي ان الناس يحبوا شغلهم ويحبوا اللي بيعملوه ويحبوا مصر اكتر. يعني انا بيصعب عليا ان الاقي حد بيخرب وحد بيضرب وحد بيعمل ايه ده؟ مش ممكن ده يبقى مصري اللي يعمل كده. مصري يعني تحب بلدك وعايزها تبقى احسن حاجه. يعني يوم النصر بتاع 6 اكتوبر وفرحه الشعب بالنصر الوحيد اللي اتعمل لاسرائيل،
الاقي ناس بتضرب بعض وناس بتخرب وناس بتعمل ومش عارف. ازاي تبقى انت مصري وازاي تبقى وطني وازاي بتحب بلدك؟ انت ما بتحبش بلدك بقى، انت منتمي لحزب، منتمي لجماعه، منتمي لشيء ارهابي. مش ممكن يبقى عندك الانتماء للبلد وتضرب مصري من دمك، تخبط مش عارف ايه، تحرق ايه، تعمل ايه ده ما كانش موجود في الزمن الجميل اللي انا سعيد ان انا عشته. انا اللي سعيده ان انا كنت مع حضرتك النهارده. الله يخليك، وانا كمان. الحلقه عدت بسرعه جدا، بس حضرتك كنت منورنا في اول يوم العيد على قناه نايل لايف وفي ليالي لايف تحديدا. ميرسي قوي، ميرسي جدا جدا على وجود حضرتك معانا، وانا متاكده ان الجمهور كله تابع الحلقه بس عشان حضرتك تظهر بس فيها. الله يخليك. قولي لأسامة المخرج بس يبقى يجيبني في حلقة تانية معاكي. ده يا ربنا يخليك يا رب يا استاذ سمير. ده شرف ليا يعني. اولا انا خدتها خلاص اهي. انا مش هسيب. أيوة، مش هسيبك. المعدة كمان قابلتني بره بس مش عارف اسمها ايه، بنت لطيفة سماح كده. سماح. مش هسيبك يا استاذ سمير. لا، حضرتك وقعت بقى هخترقك زي ما هخترقك. بشكرك يا استاذ سمير. كل سنه وحضرتك طيب يا رب. وحضرتك طيبه وكل اللي موجودين معانا طيب. ميرسي يا استاذ سمير. وطبعا بشكر الفرقه اللي كانت معانا منورانا النهارده. ميرسي على الاغاني الجميله. وهنسمع اغنيه فكروني، وايضا الفنان الكبير سمير صبري هو اللي مختارها. بس الحلقه الجايه اللي هعملها معاه هقول له اخترت فكروني ليه، بس الحلقه الجايه. كل سنه وانتم طيبين، والى اللقاء غدا ان شاء الله في نفس الميعاد وليالي لايف. بشكركم، تصبحوا على خير. كلموني تاني عنك، فكروني كلموني تاني عنك، فكروني صحوا نار الشوق في قلبي وفي عيوني. كلموني